السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم وصفة حلوة قوي، مفيش بيت مصري ما يعرفهاش، وخصوصا بقى كل الناس بتعملها في ايام العيد. حلوة قوي بجد، جربوها هتعجبكم قوي. قبل ما نبدأ سموا بالله وصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا هنا لوبيا اهي، انا كنت بلاها. ومعايا كوبايتين عصير طماطم، ومعايا هنا البهارات بتاعتي فلفل بابريكا ملح، ومعايا بصلة مفرومة ونص معلقة توم، ومعايا دي كفتة رز كانت عندي في الفريزر. وهعمل كمان معاكم رز، صينية رز معمر في الفرن. معايا لبن ومعايا رز انا غسلاه ومصفياه، ومعايا بط كده والخضار بتاعه. بقى هنا في حلة على النار معلقة سمنة تسخن، وهنزل بالبط بتاعي عشان يتشوح كده كده. هديله بقى تقليبة كده، نديله تقليبة. هنزل بقى ببصلاية جزراية فلفلاية طماطماية ورق لورا، التوابل بتاعة الشوربة كده اللي انت حباها. بصوا، نزلت بالخضار كده بتاع الشوربة. وهنا اللحمة اتشوحت معايا اهي. هنزل بقى عليها بمية سخنة او مية مغلية، لازم يا جماعة مية سخنة او مية تكون مغلية. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ ولسه اصلا ما غليتش معايا ولا حاجة. احاول بقى كده اغطيها بالشوربة كده زي ما انتوا شايفين. هغطي عليها بقى واسيبها تغلي على النار. ومعايا بقى هولع النار كده تاني، احط اللبن يسخن اللي انا هعمل بيه الرز. انزل بمعلقتين ملح فيه. ممكن تحطي بقى السمنة مع اللبن هنا، ممكن تحطيها في قعر الصينية، ممكن تحطيها بعد الرز ما يستوي، براحتك خالص. انا هنا حطاها في قعر الصينية، وغسلت الرز وحطيته في الصينية. كيلو ونص رز عليه كيلو ونص لبن. نزلت باللبن بتاعي واروح على الفرن، وهنا البط بيغلي معايا اهو. شايفين لون الشوربة عامل ازاي؟ تجنن. وهنا بقى هبدأ كده اعمل التسبيكة بتاعة الطبيخ. حلة على النار، معلقة سمنة تسخن، بصلاية مفرومة هنزل بيها اشوحها كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. اهي بدأت تاخد لون اهي، اقلب كده اديها تقليبة كده. هنزل بقى بنص معلقة توم مفروم عليها واقلب كله مع بعضه، ريحة التوم كده تطلع. يا ريت تكتبولي في التعليقات بتتابعوني من انهي بلد. خدت لون معايا اهي. هنزل بالبهارات بتاعتي تطلع ريحتها كده، اديها تقليبة. بصوا، هنزل بقى بعصير الطماطم انا ضرباه مصفياه، واديله تقليبة كده. اتسبكت معايا اهي. بصوا، مبتاخدش وقت يعني، تسبك معاكي بتسيبيها تتسبك براحتها كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هنزل بقى عليها بالكفتة الاول. الطبخة دي بتبقى طعمها حلو قوي، بحبها قوي واي حد مصري هيعرف الطبخة دي. تاخد غلوة كده. هنزل عليها بقى باللوبيا. انا نقعتها في المية ساعتين، وبعدين اديتها سلقة على النار بس ما هريتهاش، متماسكة معايا اهي وحلوة، لان هي هتستوي لسه في الصوص الاحمر ده، في الصلصة يعني. اديلها تقليبة كده واسيبها تاخد غلوتين بقى كله مع بعضه كده. بصوا، بعدين بقى هزودها شوربة بتاعة البط اللي انا عاملاه معاكم دلوقتي. شوربة صفرة وجميلة وصافية كده، عشان منضفة البط كويس مفهوش اي زفارة، وغسلاه كويس. نزل باربع كبشات كده من الشوربة زي ما انتوا شايفين كده. اديلها تقليبة بقى. وكان عندي لحمة مستوية كده حوالي ربع كيلو، حطيته بقى عليها، حطيته معاها في الطبيخ ده يعني. بتبقى طعمها حلو قوي، لحمة كده على كفتة، وهي كده استوت معايا وبقت زي الفل اهي. هبدأ بقى اغرفها معاكم. اغرف كده بقى كله على بعضه كده، كفتة بقى على لحمة على اللوبيا كده، والصوص الاحمر ده طعمه خطير بجد، هتعجبكم اوي، لازم تجربوها. ويا ريت دعوة حلوة منكم كده في التعليقات. ولو وصلتوا لحد هنا متنسوش تشتركوا في القناة. ولو في اي اكلة معينة حابين اعملها لكم يا ريت تكتبولي. غرفت كده الطبيخ بتاعنا، وهغرف بقى من الشوربة الجميلة اللي انا عاملاها دي. شايفين الشوربة عاملة ازاي؟ حابة بقى تحطي عليها تعصري عليها ليمون كده بتبقى حكاية، حابة تشربي منها كده
اللي يريحك حسب ذوقكم بقى. غرفت الشوربة بتاعتنا والسفرة بتاعتنا هي انا جهزتها. طلعت الرز من الفرن، شايفين ادي الطبيخ بتاعنا ودي الشوربة الجميلة وادي الرز اهون، صينية رز معمر بقى حكاية. والبط اهون انا حمرته كده في الزيت عادي على النار، حابة تحمريه في الفرن برضو عادي اللي يريحك. ايه رأيكم في الاكلة دي؟ بجد لازم تجربوها. اي بيت مصري بيحب الاكلة دي جدا ومتعود يعملها على طول، وخصوصا بقى في الاعياد. مفيش بيت مصري في العيد بيحب اللوبيا كده على الكفتة على اللحمة بقى، وخصوصا العيد الكبير. الرز بقى غرفت معايا اهو، نشوفوا ازاي شكله جميل وطعمه بقى حكاية كده بالسمنة البلدي. اغرف عليه بقى كده الطبيخ الحلو ده، ودوقي بقى يا ست الكل وبألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. شايفين الرز مفلفل ازاي، ولا معجن ولا اي حاجة، زي الفل وطعمه حلو قوي. ياريت تجربوه. هشوفكم الفيديو الجاي يا حبايبي، مع السلامة.